ازيكم عاملين ايه؟ هتكلم معاكم النهاردة عن حاجة مهمة قوي، بس مش في دماغ ناس كتير منا. حاجة اسمها السكريبت، السيناريو. عارفين لما بنتفرج على فيلم او مسلسل فنلاقي في التتر مكتوب كاتب السيناريو؟ كاتب السيناريو هو ما بيألفش الحدث، هو بيطلع الحدث بشكل معين، بزمن معين، بكلام معين، بلقطة معينة، بتصور معين. ممكن يبقى الحدث هو يعني مكتوب ميت، مكتوب فرح، مكتوب حادثة، مكتوب لقاء عاطفي. السيناريو هو اللي بيوضح بقى اللقاء العاطفي ده هيتعمل فين والساعة كام وهيبقوا لابسين ايه وهيقولوا ايه وهيتخانقوا على ايه وهيحبوا ايه في بعض ومش هيحبوا ايه في بعض. ده اسمه سيناريو. احنا كلنا عندنا سيناريوهات، سيناريوهات في دماغنا، سكريبت احنا بنكتبه عن كل لحظة ممكن نعيشها. لحظة فراق، لحظة لقاء، لحظة عتاب، لحظة خناق، لحظة صبر. كل لحظة من دول حد فينا عنده توقع، عنده expectation. لا، شوف الدكتورة بقى دلوقتي أنا قلت إيه؟ قلت توقع وقلت expectation. قلت توقع يعني expectation وقلت سيناريو، الاتنين مش واحد. أنا دلوقتي عندي ميعاد بعد ساعة. الميعاد ده في مخي فيه سيناريو للميعاد ده، هيحصل فيه ايه ومفروض يحصل فيه ايه ومفروض نقول ايه ومفروض نبقى قاعدين ازاي ولابسين ايه بلا 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 بلا. التوقع بقى ايه الفرق بينه وبين بعضه؟ التوقع بيجي من التاني مش بيجي مني، يعني انا ما بتوقعش نفسي، ما حدش بيتوقع نفسه، هو عارف نفسه كويس. انا بتوقع اللي قصادي. طيب ده بيعمل مشكلة كبيرة جدا التوقعات دي. لازم بقى نبطل حكاية التوقعات دي ونتكلم بلغة السكريبت، بلغة السيناريو. انا سيناريو الرحله بالنسبه لي يحصل كده وكده وكده وكده. انت سيناريو او انتي سيناريو الرحله عندك عامل ازاي؟ ونبدا نشوف سيناريو كل واحد فينا. والسيناريوهات دي انا هشرحها، يعني انت هتشرحي السيناريو بتاعك وهو هيشرح، او العكس، ست او راجل اي حد يعني. حتى لو في اطفال في العيله كل واحد يقول احنا رايحين نتغدى بره. ايه اللي في دماغك؟ ايه السكريبت؟ هنقعد كده وهناكل كده وهنلعب كده وهنضحك كده، كل واحد يقول اللي عنده. طيب، ممكن يكون الميعاد ده او المكان ده مش هيلاحق على كل السيناريوهات دي. حلو، انا شرحت السيناريو بتاعي واللي قدامي سمعه. يبقى لما هاجي اقول معلش مش هنعمله المرة دي، او ناخد حتة من السيناريو ده وحتة من السيناريو ده، فالسيناريو ما يبقاش كامل. يبقى انا هنا كده ما عشتش دور الضحيه، انا قلت السيناريو. طب انا كده استاهل كلمه شكرا؟ اه طبعا استاهل كلمه شكرا، لانه انا غيرت في السيناريو بتاعي او قللته او نقصته علشان يناسب اللي معايا، او علشان يبقى يعني الوقت مناسب والفلوس مناسبه وكل حاجه مناسبه. يبقى انا هنا لما شرحت السيناريو وسمعت السيناريو الاخر وبعدين وصلنا للسيناريو المناسب، سواء خدنا واحد منهم او خدنا الاتنين مع بعض، يبقى هنا احنا ما حدش جه على نفسه ومحدش ضحى بحاجه. ولازم نتقال شكرا، لازم يتقال شكرا انك عملت كده يا بابا، او عملت كده يا جوزي، او عملت كده يا مراتي، او عملت كده يا ماما، وتبقى يا صاحبتي، وتفر بقى مين. يبقى احنا هنا محدش جه على حد ومحدش ضحى عشان حد، ومحدش كتم في نفسه وراح اسمه اتغدى واسمه راح رحلة واسمه خرج واسمه راح مسرح واسمه راح سينما، ولا هو انبسط ولا هو راح ولا اللي في دماغه خالص. يبقى احنا السيناريوهات او كلامنا عن طريق فيلم السيناريوهات ده هيخلينا نبطل توقعات. لان انا هشرح السيناريو بتاعي، من حقي يبقى عندي سيناريو ومن حقك انت يبقى عندك سيناريو. خدوا بالكم بقى، سيناريو الحب، سيناريو الجواز، سيناريو اللقاء العاطفي، سيناريو الفسح، سيناريو الرحلات، سيناريو ان احنا ننزل نقعد على البحر. كل حاجة في الموضوع ده ليها سيناريو. يبقى انا لازم اقول انا السكريبت بتاعي عن الرحله كذا، وانت السكريبت بتاعك عامل ازاي. مفيش تريقه، مفيش تنقيص خالص. يعني لو واحد قال لك والله انا بالنسبه لي الغدا بره مش مهم، انا عايزه اقعد مرحرح كده ونفرش كده ونقعد وناكل ونغمس ونعمل ونتفرج على فيلم قديم في التلفزيون، تمام. طيب وحضرتك عندك سيناريو تاني، تقعدي في مطعم شيك وتلبسي حلو وكذا وكذا وكذا. طيب هنعمل المرة دي مين؟ هل ممكن في مطعم شيك يبقى فيه شوية رحرحة؟
لا مفيش. يبقى انا لما يجي هو يقول لك خلاص هنروح المطعم الشيك، مع انك انت عارفه ان هو كان عايز يقعد ويرحرح وي 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 وي، ما اقولوش بقى شكرا؟ لا طبعا لازم اقول له شكرا. او لو هو عمل العكس طبعا هيتقال له شكرا. فاذا هنا كلمه شكرا دي ما جاتش على قلبي ولا كانت. ليه؟ لان انا سمعت واتسمعت، لان انا فهمت واتفهمت. يبقى دي هتبص تلاقيها في كل علاقاتنا بتقلل المشاكل بنسبة كبيرة جدا، وهتخليني أبطل توقعات. ليه أقرأ سيناريو غيري؟ ليه أتخيل إن السيناريو اللي في دماغي هو لازم اللي يبقى في سيناريو غيري؟ يعني أنا تخيلت إن الخطوبة هتتعمل كده فهو لازم يتخيل كده، يتخيل إن الخروجة بقت كده فهو لازم يتخيل إن الخروجة كده. خدوا بالكم ده للصحاب جميل قوي، خارجين الصحاب رايحين يوم اسكندرية، أنت عايزة إيه؟ عايزة آكل سمك، وانت عايزه تعملي ايه، وانا عايزه اقول ايس كريم، وانا عايزه اعمل شوبينج، والتاني عايز. طب يا جماعه يلا، واحد اتنين تلاته اربعه، نشوف ازاي نقدر نعملها. طيب النهارده عملنا 3 حاجات وفي حد جينا عليه شويه، طبعا طول السكه نقول له شكرا، والمره الجايه هيبقى هو نمره واحد في السيناريو بتاعه. دي حاجه مهمه جدا نحط بالنا فيها في العلاقات. يا رب نكون استفدنا، ويومكم حلو.